في محاولة لاحتواء الأزمة بين تركيا والجزائر بسبب استقبال وفد من الأكراد الانفصاليين بتندوف، خرج السفير الجزائري في أنقرة عمار بلاني ببيان رسمي نفى فيه صحة هذه الادعاءات. وأكد بلاني أن الصور المتداولة والأخبار المنشورة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجزائر وتركيا قوية واستراتيجية ولا يمكن أن تتأثر بخلط أو غموض غير ودي. منذ اندلاع الأزمة، بادر السفير الجزائري في أنقرة عمار بلاني بنفي التقارير التي تحدثت عن دعم الجزائر لجماعات تعتبرها تركيا إرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. وأضاف الوزير الجزائري أن الجزائر تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتدين الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته. وهاجم الإعلام التركي الجزر، حيث قالت صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة أن هذا الاستقبال للانفصاليين الأكراد بالتراب الجزائري يعد دعماً لكيانات تصنفها أنقرة على أنها إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. وكانت جبهة البوليساريو قد استقبلت بالتراب الجزائري وفداً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية خلال ميسم قمة التضامن الصحراوي في مخيمات تندوف بين 4 و7 يناير، وأثارت هذه الواقعة انتقادات حادة في الإعلام التركي، ووصفتها بعض الصحف بأنها تحد صريح لأنقرة. إلى ذلك تعتبر تركيا إن أي دعم أو اعتراف بحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وعلى الرغم من التبريرات التي قد تقدمها الجزائر بخصوص استضافة هذا المؤتمر، فإن توقيت الحدث والمشاركين يبعث برسائل سياسية واضحة مفادها دعم الحركات الانفصالية لزعزعة استقرار الدول. وتأتي هذه الخطوة الجزائرية في وقت لا تزال فيه علاقاتها مع دمشق متوترة، فقد كانت الجزائر من أبرز داعمي نظام بشار الأسد أثناء الحرب الأهلية السورية، بينما ترى الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت من المعارضة أن أي دعم لحركات انفصالية بما في ذلك الكردية يشكل تهديداً لوحدة الأراضي السورية. ولم تمر هذه الخطوة الجزائرية دون رد فعل من تركيا، حيث وصفت وسائل الإعلام التركية المؤتمر بأنه استفزاز سياسي. وأكد تقرير كلاش ريبورت أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس توجه الجزائر نحو دعم حركات انفصالية تهدد وحدة تركيا وسوريا.